أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في مقتطفات من كتاب لفت نظري جدا اسمه خطوة بخطوة مشروعك بين إيديك. أهلا بيكي. الكتاب ده فكرته قوية. بالظبط. المصادر دي يعني شكلها دليل عملي كده مركز قوي، موجه لأي ست بتفكر حتى لو لسه بتحلم تبدأ مشروعها الخاص ومن البيت. أيوة، ومن غير إمكانيات ضخمة كمان، دي نقطة مهمة. تمام. فمهمتنا النهاردة نستكشف مع بعض إزاي الدليل ده بيقدم يعني خريطة طريق واضحة وبسيطة عشان نحول الحلم ده لحاجة على الأرض، واقع ملموس. والأهم كمان حتة بناء الثقة بالنفس دي، إزاي بيشتغل عليها طول الطريق. صح. اللي لافت إن الكتاب بيستخدم قصة ملهمة، شخصية اسمها ياسمين بدأت مشروع كروشيه من الصفر. قصة ياسمين دي محور مهم في الكتاب. تحس إنها بتخلي الموضوع مش نظري أبداً، لأ ده عملي جداً، يعني كأن في حد ماشي معانا الخطوات دي. فعلا، هو ده اللي بيميز المصادر دي، بتبعد خالص عن التنظير والكلام الكبير. دي خطة تنفيذية حرفيا خطوة بخطوة. يعني مش بس بيقولك تعملي إيه، لأ بيقولك إزاي تبدأي فوراً وبأبسط حاجة ممكنة. مظبوط. الكتاب يرسخ فكرة قوية جدا إنك تحولي شغفك أو هوايتك لمشروع حقيقي. مش محتاج غير تبدأي بداية صغيرة بخطوات محسوبة ومستمرة. وده يعني بيخلي الحلم اللي ممكن يكون شكله كبير ومخيف في الأول يبان أقرب، في المتناول كده. بالظبط، بينزل بفكرة المشروع من السما للأرض. طيب نرجع لياسمين. استخدام قصة زي دي يعني هي بتمثل كل ست بتحلم تبدأ من الصفر؟ هو مش بيقدمها كنموذج مثالي أوحد للنجاح، قد ما هي يعني رفيقة رحلة بتشارك تحديات كلنا ممكن نمر بيها. زي إيه مثلاً؟ بصراحة في أمثلة كتير. يعني مثلا بيحكي عن موقف لياسمين وهي بتحدد سعر أول منتج ليها. كانت مترددة إزاي، خايفة الناس تقول السعر غالي أو شغلها مش قد كده. دي مشكلة بتقابل ناس كتير في الأول، التقييم الذاتي ده والخوف. تمام. فالكتاب هنا مش بيقول لها حل سحري، لا، بيعرض الطريقة البسيطة اللي ياسمين بمساعدة الكتاب طبعا قدرت تحسب بيها التكلفة صح وتضيف هامش ربح معقول وتتشجع وتعرض شغلها. فهمتك. يعني القصة بتخدم فكرة إن التحديات دي طبيعية وإن في طرق عملية وبسيطة عشان نتجاوزها. بالظبط، وده في حد ذاته بيبني الثقة لما تلاقي شخصية شبهك عدت بنفس الموقف وقدرت تتصرف. طيب، إزاي بقى المصدر بيقترح نتعامل مع الكتاب نفسه؟ هل هو قراءة عادية وخلاص؟ لا خالص، بيشدد جدا إنه مش كتاب للقراية قد ما هو دليل تطبيقي أو زي ما قلتي ورشة عمل متنقلة. يعني لازم نشتغل بيه مش نقراه بس؟ 100%. متقسم لوحدات صغيرة كأنها أيام، كل يوم أو كل جزء فيه فكرة محددة ومعاها تمارين عملية مباشرة تطبقيها على طول. زي إيه التمارين دي؟ حاجات بسيطة وعملية جدا. ممكن يوم يكون مخصص بس إنك تحددي مين هو العميل اللي بتستهدفيه، شوية أسئلة بسيطة بتساعدك ترسمي صورة ليه في دماغك. يوم تاني عن تسعير مبدئي كده يعني. وبيركز على فكرة الصبر والخطوات الصغيرة دي. جدا، بيأكد إن مفيش خطوات عملاقة، هي خطوات صغيرة بس مدروسة ومستمرة. ونقطة الكشكول دي اللي هو دفتر المتابعة أساسية جدا. لتدوين الأفكار والإجابات. مش بس الأفكار، لأ، لتوثيق القرارات الصغيرة اللي بتاخديها كل يوم والإنجازات البسيطة. ده بيخليكي تشوفي بعينك التقدم اللي بتحققيه حتى لو كان صغير. وده يوصلنا لنقطة مهمة قوي عجبتني، اللي هي ربط التقييم المستمر ده ببناء الثقة بالنفس. بالظبط. أنا كنت فاكرة إن التقييم ده عشان نعرف إحنا ماشيين صح ولا غلط وخلاص، لكن المصدر بيقدمه كأداة أساسية لبناء اللي سماه ثقافة النفس. إيه ده حكاية ثقافة النفس دي؟ حلو السؤال ده. ثقافة النفس زي ما الكتاب بيشرحها هي مش جلد ذات خالص، لأ، هي عقلية المراجعة الذاتية الإيجابية اللي هدفها التعلم مش اللوم. إزاي يعني؟ الكتاب بيقترح تقييم أسبوعي بسيط جدا على فكرة، مش بيركز بس على عملت إيه الأسبوع ده، لأ، بيركز على سؤال أقوى: إيه أهم درس اتعلمته الأسبوع ده؟ حتى لو الدرس ده كان نتيجة غلطة عملتها. يعني بنحول حتى الأخطاء لفرصة تعلم؟ تماما. الإجابة على السؤال ده بصدق بتحول أي تجربة حتى لو مش ناجحة قوي لمصدر معلومة وخبرة للمستقبل. ومع كل مراجعة بتلاقي نفسك اتعلمتي حاجة جديدة أو قدرتي تتخطي عقبة صغيرة كانت واقفة قدامك الأسبوع اللي فات، وثقتك بنفسك بتزيد بشكل طبيعي وتدريجي. ده بيخلي عملية التقييم نفسها مش مخيفة، بالعكس بتبقى محفزة. بالظبط.
بتبقى وقود للاستمرارية. جميل الربط ده بجد. يبقى الخلاصة كده إن المصادر دي بتقدم لنا وصفة، ممكن نقول وصفة بتجمع بين البساطة الشديدة في الخطوات والتطبيق العملي المباشر. ومعاهم قصة ملهمة زي ياسمين بتأكد إن أي حد يقدر يبدأ. أيوة، ومع التركيز المستمر ده على إن كل خطوة صغيرة بنعملها هي في الحقيقة بتبني ثقتنا عشان نقدر ناخد الخطوة اللي بعدها. هو ده بالظبط اللي بنطلع بيه من هنا، إن يمكن أكبر عائق بيقف قدامنا مش قلة الإمكانيات أو صعوبة الفكرة نفسها، قد ما هو الخوف، التردد، إحساس إن الموضوع كبير علينا. والكتاب ده كأنه بيقدم استراتيجية بسيطة بس فعالة عشان نواجه الإحساس ده. استراتيجية قايمة على فكك الهدف الكبير لخطوات صغيرة قوي قابلة للتنفيذ فوراً. احتفل بكل خطوة صغيرة بتعملها. استخدم المراجعة والتقييم كوقود للثقة وللاستمرار. البساطة هنا مش سطحية، البساطة هنا أداة قوة بجد. ده بيخليني أفكر في حاجة. هل ممكن تكون البساطة الشديدة دي، التفتيت ده لكل حاجة كبيرة لخطوات صغيرة جدا نقدر عليها، هل ده هو فعلا السر اللي بيخلينا نقدر نواجه ونحقق الأهداف الكبيرة اللي ممكن تكون شكلها مرعب أو مستحيل في البداية؟ سؤال مهم جدا. سؤال ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه.